بدأت الأخبار وتناقلت الأنباء عن أسماء ونجوم ومفاوضات جديدة تظهر بالأفق. القديم الجديد ميسي الذي عاد للواجهة من جديد، والحديث الدائر حول انتقاله إلى الهلال السعودي بعد إعلان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بفشل صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف. ويعد ليونيل ميسي ذات 35 عاما صفقة مجانية متاحة في سوق الانتقالات الصيفية بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان. وتكهنت تقارير صحفية عديدة بأن النجم الأرجنتيني يطرق أبواب الهلال السعودي الذي قدم عرضا ماليا براتب سنوي فلكي. كما كشف تقرير صحفي ألماني عن مفاجأة بشأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة. ووفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا، فإن ليفاندوفسكي أحد اللاعبين المدرجين ضمن قائمة الصفقات الاستراتيجية في الدوري السعودي. وذكرت أن زيارة بيني زهافي وكيل ليفاندوفسكي إلى السعودية مؤخرا رفقة خوان لابورتا رئيس برشلونة وعقده لقاء مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم تدعم ارتباط المهاجم البولندي بالانتقال إلى دوري روشن.